التالت بقى، أقامت فينيقيا عدد من المستوطنات داخل مياه البحر المتوسط. يعني إيه مستوطنة؟ حاجة هتستعمرها كده. فينيقيا استولت على مكان جوه البحر المتوسط. استخدمت تلك المستوطنات الفينيقية كإيه؟ محطة تجارية. فاكرين فينيقيا؟ مين فينيقيا دول؟ الفينيقيين دول يا جماعة هم اللي كانوا ساكنين شرق البحر المتوسط، اللي هي دلوقتي سوريا ولبنان وفلسطين والأماكن دي، سوريا ولبنان. اهل فينيقيا مين سماهم فينيقيا؟ هتقولي الاغريق. الاغريق سموهم فينيقيا عشان هم كانوا شغالين في صيد القواقع البحريه، كانوا بياخدوا منها الصبغه الحمراء يدهنوا بيها جسمهم. فالاول كنا بنسميهم فينيكس، يعني الشعب ذو البشره الحمراء، واتغيرت كلمه فينيكس لكلمه فينيقيا. طيب عرفنا ان الفينيقيين دول يا ولاد لما جم في قلب البحر المتوسط عايزين يختاروا مكان يحطوا فيه البضاعة تبقى محطة تجارية ليهم، خدوا مكان اسمه قرطاج عشان تكون محطة تجارية، والسؤال ده جالهم السنة اللي فاتت. أي من المدن الفينيقية نالت شهرة كبيرة وتقدمت في الفنون والعمارة؟ خلي بالك اللي كان عندها فنون وعمارة قلت لك أوغاريت. أوغاريت، وكمان ممكن أقول له مدينة صور، لأن صور أسوارها العالية يعني بنبني فيها أبراج وأماكن محصنة. أوغاريت وسور. واوعى تنسى أغريت فن عمارة وتجارة، فن عمارة وتجارة. سور كان أسوارها عالية. وهفكرك بحاجة، الزعيمة والرئيسة بتاعة المدن الفينيقية كان اسمها صيدا، لسان ممتد جوه البحر. وهفكرك كمان بمدينة جيبيل، مدينة ثقافية فيها أقدم أبجدية وكان بيقعد فيها الجالية المصرية. يبقى أنا قلت لك كم مدينة موجودة في فينيقيا؟ قلت لك على الصيدا وسور وأغاريت وجبيل. تاني، صيدا دي الزعيمة والرئيسة، سور احتلت الزعامة بعد صيدا، احتلت الزعامة بعد صيدا، أسوارها عالية ومؤمنة. أغاريت مركز فن عمارة وتجارة، فن وعمارة وتجارة. دي القصور اللي كانت مبنية في أغاريت كان فيها مطرزة بالفضة، تخيل بقى. طيب جبيل دي مدينة ثقافية فيها أقدم أبجدية، عرفنا فيها الكتابة الأبجدية الفينيقية. تمام يا ولاد، تعال نشوف السؤال اللي بعديه. اعتبر الفينيقيون أن تكوين الوحدة السياسية في بلادهم هيكون على حساب مين؟ تصدق أن الفينيقيين دول برضو ما كانوش متحدين زي الدولات السومرية؟ كان عندي مدن كتيرة فينيقية، عكاسور، صيدا، حيفا، بيروت، أوغاريت، جبيل، بعلبك. كل المدن الفينيقية دي ما فكروش يتحدوا. ليه؟ فاكرين ان هم لما يتحدوا ده هيأثر على ايه؟ هيأثر على امنهم واستقرارهم. عشان يتحدوا هيخشوا بقى حروب وهيبدأوا يضربوا بعض وهيعملوا خلافات وهيعملوا مشاكل. فقال لك لا، ولا وحدة ولا هنعمل وحدة ولا هنعمل مشاكل. فاحنا يا جماعة لو عملنا وحدة ده هيأثر على امننا واستقرارنا. ففضلوا ان هم كل واحد يعيش لنفسه، كل واحد يفكر في مصلحته الشخصية. يبقى الفينيقيون زي السومريون ما فكروش يتحدوا. ليه؟ لان كل دولة فيهم او كل مدينة بتفكر في مصلحتها الشخصية، ففكروا ان هم لو اتحدوا هيتخانقوا مع بعض فهيفقدوا الامن والاستقرار. أخذت بلاد فينيقيا شهرة دينية كبيرة، فكانت مهد للديانة اليهودية والمسيحية، وساهمت في نشر الإسلام. طبعا ده عشان خاطر موقعها الجغرافي. وخلي بالك ان السؤال المقالي ده برضو جالهم السنة اللي فاتت في محافظة من المحافظات، بيقول لك لفينيقيا أهمية دينية كبيرة. دلل. هتقولي مهد للديانة اليهودية والمسيحية وساعدت في نشر الإسلام. السؤال اللي كذا حد جاوبه غلط، وركزوا في السؤال ده. تشابهت قرطاجة مع مدن فينيقيا في النظام. أنا ملاحظة إن كذا حد مجاوب الأسئلة بتاعة السؤال ده بالذات مجاوبينه غلط. أغلب الناس مكبة سياسية. سياسية إزاي قرطاجة اللي هي مستوطنة فينيقية ومدن فينيقيا الاتنين شبه بعض في السياسة، إذا كانت مدن فينيقيا أصلا عندها نظام شبه ديمقراطي وقرطاجة عندها نظام جمهوري؟ يبقى سوري مش هجاوب السياسية يا شباب. طيب تشابهوا مع بعض في الثقافة، اللغة والحاجات دي؟ لا برضو، ولا في الثقافة. طب في المجتمع، مجتمع ده كان شبه المجتمع ده؟ ولا برضو في المجتمع. أمال تشابهوا إيه؟ بص يا كابتن بيقول لك إيه، مع بعض المدن الفينيقية. ايه بعض المدن الفينيقية؟ اوعى تنسى ان بعض المدن الفينيقية دي ممكن يقصد بيها صور اللي كانت مؤمنة ومحصنة، اللي ما كانش حد عارف يخشها عشان اسوارها الضخمة. وقرطاجة كمان كانت مؤمنة ولقينا فيها بقايا من
الأسطول العسكري. معنى كده ان قرطاجة وبعض المدن الفينيقية زي سور شبه بعض عسكريا، واوعى حد يضحك عليك. السؤال ده مهم، والسؤال ده جه اكتر من مرة، ورغم كده بيجاوبوه برضو غلط. يبقى قرطاجة ومدن فينيقيا شبه بعض عسكريا، لان مدن فينيقيا قلت لك فيها مدينة سور اللي هي فيها مؤمنة عسكريا، وقرطاج فيها بقايا الأسطول البحري والعسكري. تعالى السؤال اللي بعديه وبيقول لي ايه؟ أية صحة العبارة. مثلت بلاد الشام مصدر اهتمام للمصريين القدماء. في حد كان مهتم ببلاد الشام؟ طبعا. ازاي؟ هبدأ بالملك مين؟ في الدولة القديمة الملك زوسر. فين؟ الملك سنفرو. الملك سنفرو ملك من ملوك الأسرة الرابعة، ودى أو 40 سفينة لفينيقيا عشان يجيب خشب الأرز، أسباب تجارية. يبقى سنفرو ودى 40 سفينة لفينيقيا لجلب خشب الأرز. طيب الدولة الحديثة زادت علاقتنا مع في بلاد الشام عشان أأمن الحدود الشمالية الشرقية في الدولة الحديثة، وكانوا بيساعدوني في معركة مجدو. في العصر المتأخر استعنا بالفينيقيين عشان يساعدوني في الدوران حوالين قارة أفريقيا، لأن عندهم مهارة بحرية. يبقى احنا فعلا كان لنا علاقة كبيرة جدا في بلاد الشام، سواء دولة قديمة الملك سنفرو، دولة حديثة ساعدونا في معركة مجدو، أو العصر المتأخر ساعدوني في الرحلات الجغرافية. ماشي. نالت مدينة أوغاريت شهرة فنية واقتصادية كبيرة. طبعا. ليه؟ لأنها مركز إيه؟ قلت لك فن تجارة وعمارة. فن وتجارة وعمارة، فن فيها قصور مطرزة بالفضة. طيب كمان شهرة اقتصادية لأن فيها مواني كتير جدا استخدمناها في رحلاتنا التجارية. بنقول لك هنا الفينيقيون أول حد سكن الشريط الساحلي، يعني شرق البحر المتوسط. ترجع التسمية إلى إيه؟ هل شهرتها الدينية؟ ملهاش علاقة. ثروتها البحرية؟ ملهاش علاقة. أمال إيه نظامها السياسي؟ لا، نشاطها التجاري طبعا، واشتغالها بحرفة التجارة والصيد. استعصت فينيقيا على سيطرة العراق، يعني العراق حاولت تاخد فينيقيا معرفتش خلال حكم الدولة الكلدانية. ليه ما عرفوش؟ أكيد طبعا عشان حصونها وأسوارها قوية زي مدينة سور. وهنا خلي بالك مين فشل في دخول فينيقيا؟ هتقولي نبوخذ نصر الثاني اللي هي الدولة الكلدانية. يستدل من قدرة الفينيقيين على التصدي للأخطار التي تعرضوا لها من جهة الشرق على تقدمهم في علم إيه؟ الفينيقيين محدش هيقدر يخش يضربهم عشان شاطرين في الجغرافيا ولا الهندسة ولا الكيمياء والفلك. طبعا جغرافيا لأ، كيمياء ملهاش علاقة ولا فلك، يبقى علم الهندسة، لأن هم بنوا لي أسوار عالية وتحصينات. أصبح لمصر نفوذ سياسي قوي في سوريا ولبنان خلال عصر إيه؟ أكتر جو وقت كنت أنا مسيطرة فيه على بلاد الشام، طبعا في العصر الدولة الحديثة اللي بسميه عصر المجد الحربي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. تعددت العوامل الطبيعية اللي دفعت الفينيقيين للتوجه للبحر يخرج عنها. في حاجات كتيرة خلت فينيقيا تروح البحر. ايه الحاجات الكتيرة دي؟ طبعا أول حاجة موقعهم المتميز. تاني حاجة اللي ساعدهم يخشوا ينزلوا البحر قربهم من البحر المتوسط اللي هو الموقع المتميز. وقلنا كمان وجود الجبال في الشرق هي اللي زقتهم ان هم ينزلوا البحر. وجود كمان الأخشاب ساعدتهم ان يصنعوا السفن. كل الحاجات دي خلتهم يستخدموا الخشب وصناعة السفن ويتجهوا للبحر. يعني الموقع والأخشاب، الموقع المتميز والأخشاب والمواني، كل ده ساعدهم ينزلوا البحر. في حاجة ملهاش علاقة برحلتهم التجارية، طبعا ممكن تقولي اتساع سواحلها. اتساع سواحلها، ماشي. اتساع السواحل ملهاش علاقة بنزولهم البحر. قارن موضحا أوجه شبه بين مدينة أوغاريت ومدينة قرطاجة. مدينة قرطاجة طبعا كانت محطة تجارية فيها مواني، وأوغاريت برضو فيها مواني، يعني الاتنين مدن تجارية بهم مواني ومدن تجارية. أي صحة العبارة التالية. تميزت مدينة جبيل بتوصلها الحضاري القوي مع مصر علاوة على كونها مركز ثقافي. جبيل كانت علاقتها قوية جدا في مصر، وكمان كانت مركز ثقافي. ايه الدليل؟ أيد بالعبارة. اقول له ان جبيل دي مدينة ثقافية وجد فيها اقدم ابجدية، لقينا فيها اقدم ابجدية فينيقية. تاني حاجة هقول له ان هي كانت مكان للجالية المصرية، كانوا بيقعدوا فيها لما يجوا يعملوا تجارة. احنا لما جينا زرنا جبيل لقينا التماثيل بتاعة الفراعنة بتوعي هناك، ولقينا كمان اسامي الملوك محفورة على مدينة جبيل. يبقى ده بيدل على وجود علاقة قوية بين مصر وبين جبيل. يا دكتور لما يجي في الامتحان يقول لك
لما تحب تروح فينيقيا زمان، اكتر مدينه المفروض تقعد فيها ايه؟ هتقولي طبعا مدينه جبيل. مدينه جبيل دي كانت مقر الجاليه المصريه، مقر الجاليه المصريه، الضيوف المصريين بيقعدوا هناك. علاقتي بيها قويه، ايوه، مقر الجاليه المصريه. واحفظ لي دي، جبيل مدينه ثقافيه فيها اقدم ابجديه، مكان الجاليه المصريه. تعال نشوف اللي بعديه. هنا بيقول لي أدرك الفينيقيون أن مصر تمثل لهم درع وخط الدفاع خلال عصر الدولة الحديثة. ظهر ذلك من خلال إيه؟ دي يا جماعة خط الدفاع يعني الدولة الحديثة، يبقى كده عشان شاركوني في معركة مجدو. دي الحاجة اللي موجودة عندي في الدولة الحديثة. نالت مدينة أوغاريت شهرة كبيرة في مجال إيه؟ قلت لك أوغاريت فن عمارة وتجارة، فن وعمارة وتجارة، فن وعمارة وتجارة. فين أهي؟ العمارة والتجارة هي دي. شهدت فترات التاريخ المختلفة مرحلة من التواصل الحضاري بين مصر وبلاد فينيقيا، ولكنها تراجعت. امتى مصر ما كانتش مركزة مع بلاد فينيقيا؟ مين الملك الشاب اللي أهمل بلاد فينيقيا؟ طبعا هتقولي أمنحتب الرابع، اللي هو إخناتون، اللي اهتم بالدين وأهمل السياسة. أيد صحة العبارة خضعت بلاد فينيقيا لعدة قوى استعمارية حتى فتحها العرب المسلمين. مين يا جماعة اللي هجم على فينيقيا؟ طبعا هتقولي بلاد مين؟ زي بلاد اليونان، وزي ثواني كده انا اقول لك. خضعت بلاد فينيقيا لعدة قوى استعمارية حتى فتحها المسلمين. مين دخل فينيقيا؟ هتقولي الفرس، وهتقولي اليونان، هتقولي الفرس، هتقولي اليونان، هتقولي كمان دخلها الرومان، دخلها المسلمين. كل دول دخلوا بلاد الفرس، بلاد فينيقيا، وعرضوها للاحتلال. طيب تعال نشوف. بما تفسر ساهمت الأحوال الطبيعية لمنطقة الشام في توجه الفينيقيين تجاه البحر. الأحوال الطبيعية لمنطقة الشام خلت فينيقيا تروح البحر. ايه أوضاع الأحوال الطبيعية دي؟ اللي هي وجود الجبال في الشرق، وجود الجبال في الشرق وكثرة الأخشاب ووجود الموانئ الطبيعية ساعدتهم إن هم يتجهوا للبحر. تاني، وجود الجبال في الشرق، وجود الأشجار، وجود الأشجار وكثرة الموانئ أدت إلى توجه الفينيقيين ناحية البحر. السؤال اللي بعده، خلال حكم الأسرة 19 في مصر توطدت العلاقات بين مصر وفينيقيا عن طريق إيه؟ الأسرة 19 قوة عسكرية، اتفاقيات سياسية، علاقات اقتصادية، روابط اجتماعية. هقول له حصلت اتفاقيات سياسية زي اللي عملها رمسيس الثاني بطل الحرب والسلام بعد ما انتصر على الحيثيين. ماشي، عمل معاهم معاهدة السلام، عمل معاهم معاهدة ايه؟ السلام. وطد علاقته عن طريق الاتفاقيات السياسية. تعالوا نشوف. جاء اهتمام المصريين القدماء بالسيطرة على بلاد الشام قديما لعدة أهداف يخرج عنها. يعني مصر كانت عايزة تسيطر على الشام في حاجة بره الأهداف دي. هي كانت عايزة تسيطر على الشام عشان رغبتها في توحيدها في وحدة واحدة، تكون خط الدفاع الأول عن مصر، تحقيق الأمن القومي، استغلال ثروات بلاد الشام. لا، هي كانت عاوزة تسيطر على بلاد الشام. لك حاجة تخرج عن السيطرة أو حاجة ملهاش علاقة بسيطرة المصريين على الشام، ممكن أقول إن هي الرغبة في توحيدها في وحدة واحدة. ما كانتش عايزة توحدها. هي إيه علاقة في الرغبة في توحيدها في وحدة واحدة؟ لا، دي معانا. ممكن أقوله هنا استغلال ثروات بلاد الشام، يعني هي ما كانتش بتفكر في ثورات بلاد الشام، كانت بتفكر بس ان هي بيقولك جاء اهتمام القدماء المصريين، كانوا عايزين يسيطروا على الشام لعدة اهداف. حاجة مش من ضمن الاهداف اللي هي استغلال ثروات بلاد الشام، دي مش كانت من ضمن الاهداف. تعال نشوف السؤال اللي بعديه. فشل حملة نابليون في احتلال الشام لشدة اسوارها. اي من الاتي فشل في اخضاع الفينيقيين لنفس السبب؟ مين ما عرفش يخش فينيقيا؟ ايوه، نبوخذ نصر الثاني، هو كمان ما عرفش يخش فينيقيا عشان طبعا اسوارها، وعشان وجود مدينة سور. السؤال اللي بعديه بيقول أيد صحة العبارة. تميزت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفينيقيا بالاستمرارية خلال فترة التاريخ المصري.
العلاقة بتاعت مصر وفينيقيا كانت علاقة مستمرة خلال فترة التاريخ. طبعا هتكلم نفس السؤال مجاوبينه قبل كده. الملك سنفرو ودى 40 سفينة لفينيقيا لجلب خشب الأرز. ملوك الدولة الحديثة قال لك ان هم قدروا ان هم يستخدموا الفينيقيين او شارك معهم الفينيقيين في معركة مجدو. كمان في العصر المتأخر استعنا بيهم في عمل كشوف جغرافية. السؤال اللي بعديه، تعددت عناصر الحكم في مدن فينيقيا في ظل النظام الجمهوري، ناقش تلك العبارة. بيقول لي هنا كان عندي أكتر من نظام للحكم في مدن فينيقيا في النظام الجمهوري. طبعا في النظام الجمهوري كان عندي، رغم ان انا عندي نظام جمهوري يعني نظام حكم ان انا بختار الملك بتاعي، كان عندي كمان عناصر بتساعدني زي مجلس الشيوخ ومجلس النواب والكهنة. يبقى بعض مدن فينيقيا ظهر فيها النظام الجمهوري، ماشي، فكان عندي مجلس نواب وعندي مجلس شيوخ وعندي كمان الكهنة بيشاركوا في الحكم. المجموعة الثالثة والأخيرة بيقول لي يستثنى من أسباب توجه الفينيقيين للبحر حاجة ملهاش علاقة بتوجههم للبحر. طبعا حروبهم وصراعاتهم دي ملهاش علاقة بتوجههم للبحر. توجههم للبحر عشان عندهم أخشاب، عشان عندهم تعرج السواحل، عشان عندهم الموقع المتوسط. الوحدة السياسية كانت حلم بعيد المنال بالنسبة للمدن الفينيقية. كان نفسهم يا جماعة ما كانوش بيفكروا يتحدوا. ليه؟ قال لك كل واحدة بتدور على مصالحها الذاتية. تعددت العوامل التي أدت إلى نشاط الفينيقيين الاقتصادي. حاجات كتيرة خلتهم يعملوا اقتصاد. يخرج من تلك العوامل، هل موقعهم الجغرافي؟ لا طبعا دي معانا. توافر مية الأنهار ولا توافر الموارد الطبيعية ولا براعتهم في ركوب البحر؟ لا طبعا دي معانا، موارد الطبيعية معانا، يبقى توافر مياه الأنهار ملهاش علاقة بنزولهم أو اشتغالهم في حرفة التجارة. أيد صحة العبارة لبلاد الشام أهمية كبيرة في الديانات السماوية. احنا لسه قايلين السؤال ده جه السنة اللي فاتت. هقوله مهبط الديانة اليهودية والمسيحية وساعدت في نشر الإسلام. حدد العلاقة بين إطلاق اسم فينيقيا على ساحل شمال أفريقيا ونشاطها الاقتصادي. أقول له إن الإغريق أطلقوا على فينيقيا هذا الاسم. الإغريق أطلقوا على فينيقيا هذا الاسم نتيجة لنشاطهم الاقتصادي واشتغالهم بأعمال البحر، ماشي، وصدهم للقواقع